وعرفت من دردشتي معاها إنها متجوزة وجوزها مسافر وبيشتغل خارج مصر بقاله كام سنة. جوزها يعني بيشتغل في بلد عربي، وهي وأولادها عايشين في مصر، وإن هو بيجي يزورهم مرتين تلاتة كده في السنة. وجوزها هو اللي بيبعت لها الفلوس اللي هي اشترت بيها الفيلا وبتشطبها بيها. وهي كان عاجبها شغلي وكانت بتشكر فيه قوي، وكنا بنتقابل علشان مثلا هي تختار ألوان الدهانات اللي هي عايزاها لكل أوضة، أو ننزل نشتري السيراميك بتاع الحمامات أنا وهي. يعني كنا بنعمل مشاوير كده سواء بخصوص الفيلا. وبعيدا عن الشغل والفيلا، احنا كنا بنتكلم كتير وكنا بندردش في حاجات تانية كتير، وكنا بنشوف بعض كتير وبنتكلم في التليفون أكتر من مرة في اليوم. أنا أكرم، عمري دلوقتي 28 سنة. أنا من أسرة بسيطة وعلى قد حالها. أبويا وأمي عملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يربوني ويعلموني، والحمد لله أنا خلصت جامعة وبقيت مهندس ديكور. وكان حلم عمري إني أنا أفتح مكتب هندسي وآخد مقاولات تشطيب شقق. وبعد ما خلصت كلية اشتغلت في مكتب كبير لحد ما مشيت في الشغل شوية وبدأت أتعرف، وبعد كده استقليت وفتحت مكتب لوحدي. دايما البدايات بتبقى صعبة، وأنا تعبت قوي علشان أقدر أفتح المكتب الخاص بيا. أهو كنت محوش قرشين كده من شغلي، وأبويا عمل لي جمعية، وأمي باعت دهبها، والحمد لله ربنا كرمني وحققت حلم عمري وفتحت المكتب الهندسي اللي طول عمري بحلم بيه. هو كان على القد، بس قلت مش مشكلة، كل الناس بتبدأ صغيرة وبعد كده بتكبر. وكنت أجلت فكرة الجواز يعني لحد ما ظروفي المادية تتحسن، وبدأت أخد مقاولات صغيرة وكنت بنفذها كويس أوي. ومن حوالي سنتين لقيت واحد صاحبي مهندس برضه، بس مش نفس تخصصي. لقيته بيتصل بيا وبيقول لي ان هو جايب لي شغلانه كبيره قوي، وقال ان هو عنده زبونه حلوه عندها فيلا وعايزه تشطبها، وقال ان هو رشحني ليها علشان اللي انا شطبها لها، واداها رقم تليفوني وهي هتتصل بيا وتتكلم معايا في التفاصيل. وساعتها فرحت قوي وقلت يا فرج الله، هي دي المقاولة اللي انا طول عمري وانا بحلم بيها. فعلا بعد كده هي اتصلت بيا واتفقت معايا على الميعاد اني انا اروح اشوف في الفيلا. ورحت الميعاد اللي اتفقنا عليه وقابلتها في الفيلا، وكانت فيلتها فيلا كبيرة قوي، فيلا 3 ادوار بجنينة وحمام سباحة. ولقيت صاحبة الفيلا قصادي ست حلوة قوي في منتصف الاربعينات من عمرها، بس هي لما لقيتني صغير في السن ولسه يعني ببدأ في الشغل بتاعي، قالت لي ان احنا هنعمل اول دور في الفيلا بس، وبعد كده نشوف. تقريبا هي كانت عايزة تشوف مستوى شغلي ايه. وبعد كده هي جت لي المكتب في اليوم التاني واتفقنا على التفاصيل، وبدأت الشغل في الفيلا. وهي كانت بتعدي من وقت للتاني تشوف الشغل في الفيلا، بتشوفه ماشي ازاي، وتكررت لقاءاتي بيها، وانا كنت مبهور جدا بمستواها وبجمالها. وعرفت من دردشتي معاها انها متجوزة وجوزها مسافر وبيشتغل خارج مصر بقاله كام سنة كده، وهي وأولادها عايشين في مصر، وإن هو بيجي يزورهم مرتين تلاتة في السنة. وجوزها بيبعت لها فلوس اللي هي اشترت بيها الفيلا وبتشطبها بيها. وأنا كان نظام شغلي إن هي بتديني دفعة فلوس كده اشتري بيها الخامات بتاعة الشغل، وأدفع أجور العمال اللي شغالين، وآخد نسبة الربح اللي أنا متفق معاها عليها. وهي كان عاجبها شغلي وكانت بتشكر فيه قوي. وكنا بنتقابل علشان مثلا هي تختار ألوان الدهانات اللي هي عايزاها لكل أوضة، أو ننزل نشتري السيراميك بتاع الحمامات أنا وهي. يعني كنا بنعمل مشاوير كده سوا بخصوص الفيلا. وبعيد عن الشغل والفيلا، احنا كنا بنتكلم كتير وبندردش في كل حاجة ونشوف بعض كتير. وبصراحة هي كانت ست حلوة قوي. وفي يوم وانا عندها في بيتها بعد ما اتكلمنا شوية عن الشغل في الفيلا، عزمت عليا ان انا اقعد اتغدى معاها، وخلت الشغالة اللي عندها تحضر لنا الغدا. وبعد كده الشغالة نزلت وسابتنا. وبعد ما اتغدينا قعدت هي تدردش معايا كتير قوي، وتكلمني عن جوزها اللي بيجي مرتين تلاتة في السنة. بصراحة في الأول أنا كنت مستغرب إنها بتتكلم معايا في المواضيع دي، ومستغرب من جرأتها معايا، لكن ما اكدبش عليكم، كلامها خلاني مشاعري اتحركت، وسبتها بمزاجي تعمل اللي هي عايزاه. ودي كانت أول مرة في حياتي أعمل حاجة زي كده. وتكرر اللي حصل في أيام تانية كتير، واستمرينا على كده فترة، وعدى كام شهر وكنت خلصت أول دور في الفيلا وشطبته. ولما شافته انبهرت بشغلي،
وطلبت مني اني انا اكمل باقي الفيلا، وكملت شغل. وبصراحة انا كنت بكسب كويس منها قوي، واستمرت برضو علاقتي بيها كام شهر. لكن انا كنت بدأت افوق لنفسي، خصوصا لما كنت بشوف ابويا وامي على سجادة الصلاة وهما بيصلوا وبيدعولي ان ربنا يكرمني، وساعتها بحس بالحاجة الغلط والحرام اللي انا بعملها. لكن انا كل ما كنت بحاول ابطل اللي انا بعمله، كانت بتطلبني اروح لها في البيت علشان يعني نتكلم في الشغل. ومعرفش ازاي كنت بكرر تاني اللي بعمله معاها. بعد فترة خلاص انا كنت قربت اخلص الفيلا واسلمها لها، وكنت اعرفها وبدأت شغل في الفيلا تقريبا كده من سنتين. وفي يوم لقيت امي وابويا قعدوا يتكلموا معايا، وقعدوا يقولوا لي ادام ربنا كرمك في شغلك يا ابني يبقى تتجوز، انت برضو شاب وصغير في السن. هما كانوا كده زي ما يكون حاسين باللي بعمله. وفكرت ولقيت ان كلامهم منطقي. وامي جابت لي عروسه كانت بنت صغيره اصغر مني كده بكام سنه، وكانت مؤدبه ومحترمه، وكان سنها وظروفها مناسبين لسني وظروفي. وبصراحه لما شفتها لقيتها حلوه، وحصل قبول وارتياح من الطرفين. واخدت امي وابويا ورحت اتقدمت لها رسمي وخطبتها. وطبعا انا ما قلتش لصاحبه الشغل اني انا خطبت، وهي عرفت. بس الغريبة اني ولا لقيتها زعلت ولا اتخانقت معايا ولا اي حاجة. هي جت سألتني صحيح انت خطبت؟ قلت لها ايوه. قالت لي طيب الف مبروك، رغم اني كنت متوقع منها ان هي يعني لو عرفت هتزعل وتتخانق معايا، لانها كانت بتقولي وانا معاها انها بتحبني وما تقدرش تستغنى عني. انا كنت وقتها شغال في اخر دور في الفيلا، ولما خطبت طبعا بطلت الحاجة الغلط دي اللي انا كنت بعملها. وكنت من اول شغل معاها وهي جوزها بيبعت لها فلوس تديني دفعة اصرف واحاسبها. لكن هي قالت لي ان الفلوس اللي جوزها يبعتها لها المرة دي هتتأخر شهرين، وقالت لي قدامك حل من الاتنين، لا اما تصرف انت من اللي معاك ولما جوزي يبعت لي فلوس كمان شهرين هحاسبك، يا اما توقف الشغل شهرين لحد ما الفلوس اللي جوزي يبعتها لي تيجي. لكن بصراحة انا ما كانش ينفع اوقف الشغل شهرين، لان كان في حاجات العمال شغالين فيها وما ينفعش تقف واكملها بعد كده. فبعد ما فكرت شوية قلت لها لا طبعا، الدار امان، انا هكمل الشغل على حسابي ولما الفلوس تيجي حاسبيني. وفضلت شغال وبصرف معايا خامات واجور عمال. لما صرفت من جيبي الخاص على فيلتها 300 ألف جنيه، وعدى بدل الشهر شهرين و3 شهور، وأنا كنت خلصت شغلي وسلمت لها الفيلا وسكنت فيها. وآخر مرة اتصلت بيها علشان أسألها هتديني الفلوس امتى، قالت لي انسى فلوسك دي خالص. قلت لها ازاي؟ قالت لي انا في حاجات كتير انت عاملها في الفيلا مش عاجباني، وهجيب مهندس تاني ان هو يعيدها لي من اول وجديد، وانا طبعا مش هعيدها على حسابي. اعتبر الفلوس اللي انت ليك عندي ديت هي اللي هعيد بيها شغلك اللي مش عاجبني. طبعا ساعتها انا اتصدمت ومبقتش عارف ارد عليها اقول لها ايه. طبعا مفيش بينا اي ورق بالكلام ده خالص ولا بالفلوس اللي صرفتها. كنت ساعتها فاكر ان الدنيا امان وهي مش هتخوني ولا الكلام ده كله، واضطريت ان انا ادفع المبلغ ده كله من جيبي. وحاليا مش عارف اعمل ايه. شقى عمري كله راح على الارض. انا بقول ده عقابي من ربنا، وهي اللي فتحت لي السكه دي. بس في الاخر كان التمن صعب جدا، ومش عارف اعمل ايه دلوقتي. يا ريت كل اللي يسمع قصتي النهارده يقول لي على حل اعمل معاها ايه واخد فلوسي منها ازاي. ودي كانت حكايتي معاكم النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه.